السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية. أهلا وسهلا بكم معنا في هذا المقطع الجديد. نتكلم على سقوط نتاع الأسعار، انخفاض في أسعار المواشي يشهد أو أسعار المواشي تشهد تناقص كبير في ولاية الجلفة. فمثلا هذه الخروفات لكم شايفينهم قدامكم 2,400,000. نجو لهذا ثلاث خرفان ذكور اللي راكم شايفينهم كما راكم تلاحظوا أعزائي المشاهدين، عاطينه فيهم 2,550,000. هذون خرفان صغار مقارنة مع اللي قبيل، هذون خرفان صغار راهم عاطين فيهم 2,550,000. هذو زوج ذكور كما راكم تشوف فيهم لسه صغار ثاني، مازالوا كي تفطموا كما يقولوا. هذا وين فطموهم على اماتهم راهم في 2,600,000. نجو لهذا الخرفان اللي هما 2 ذكور و2 نثي راهم في 2,970,000. 2,970,000 زوج ذكور وزوج نثي. هذون اللي منا زوج ذكور واللي من هيه زوج نثي. هذا كبش كما راكم تشوف فيه اعزائي الكرام. هذا الكبش كبش مقران كما راكم تشوفوا فيه. هذا الكبش اللي راكم تشوف فيه عاطين فيه 7 ملايين. هذا العلالش اللي راكم شايفينهم عاطين فيهم 6,800 علالش ذكور لسه ما قطعوش الصوف اول مرة. نشوفوا هذا الفيديو معاكم، نشوفوا لقطات من هذا الفيديو. معليش اسعار اضحية من سوق الاغنام عين الدفلة باليوم الجمعة. اليوم الجمعة هذا السوق. مثلا هذا العلالش هذون زوج وش راهم يقولوا عليهم؟ هذول راهم عاطين فيهم 6,200,000. 6,200,000. نشوفوا هذا العلالش. هذا العلالش ما مش كما اللي قبيل، هذون شوية ناقصين عليهم اكيد تكون السومة نتاعهم. عطاو هذون فيهم 3,800,000. 3,800,000 هذون يقدر الواحد يعيد بهم حتى هما ناقصين شوية. شوف الصوف تاعهم كيف راه موبر. علاه موبرين؟ وموبرين بهم العامشين وماهمش ماكلين الخضار. كون ياكلوا الخضار وعود العامزين كراك تلقاهم خارجين ينزهوا. هذا راه سألوا على البري، سألوا على الاسعار بارابور لي زاني باسي، بارابور لاني باسي. قالوا كيف كما تقريبا راهم كيف كما العام اللي فات كما السنة. معناها الاسعار ما طاحتش. 800 كما راكم تشوفوا هذو معناها بارابور لاني باسي كيف تقريبا. قالوا هذه المجموعة اللي راكم شايفينها راها ب4 ملايين. راهم في 4,100,000 مش 4,900,000، راهم في 4,100,000. هذا العلالش كما راكم تشوفوا فيها اليوم الجمعة 5 ماي 2023. القرفان اللي راكم شايفين راهم ربحوا ب4,500,000. 4,500,000 ما همش غاليين. هذو عطاو فيهم 6 ملايين الواحد. هذو كما راكم تشوفوا اعزائي الكرام عطاو فيهم 6 ملايين الواحد. زوج علالش لسه ما قطعوش الصوف تاع عام، لسه ما عندهمش عام، لسه ما لحقوش. هذا اللي راهي يفر فيه لسه ما استثناش، مازال ما وصلش العام. هذا من سوق عين الدفلة يوم الجمعة 5 من ماي من شهر ماي 2023. هذو عطاو فيهم 5,800,000 كما راكم تشوفوا فيهم جملة. عطاو فيهم 5,800,000 جملة. قلنا عليهم هذو راهم في 5,200,000. هذو 5,200,000 كما راكم تشوفوا فيهم اعزائي الكرام. هذو 5,200,000 عطاو فيهم 5,200,000 اليوم من سوق الجملة من سوق عين الدفلة اليوم الجمعة 5 ماي. هبط شوية قال لك هذا راه سقساه صاحب هذا المحتوى، سقسى البائع قال له بارابور الايام اللي فاتوا قال له هبط شوية. وهذا فرام 7,500,000. شوف كيف راهم دايرين تاع 7,500,000 كبار. علو شوف كيفاش ب 7,500,000 ما شاء الله. الله يبارك الله يبارك. 7,500,000 هذو راهم شايفين. هذو راهم في 7,500,000 اليوم في عين الدفلة. اليوم الجمعة بعين الدفلة راه هذو الكباش اللي راكم شايفينهم قدامكم في الصورة ب7,500,000. وكي سقساه قال له الاسعار مع الايام اللي فاتت قال له نقص شوية. هذو راهم عطاوه فيه 5,600,000 على بعضهم بعض جملة. هذو ممولين قال لك العام
العام صعيب، تعبنا شوية، والمال راه شوية طاح. اسعار تاع المال راه شوية طاحت، ما طاحتش بزاف، طاحت شوية، لكن المشكل يبقى في العلف. العلف هو اللي غالي، هو اللي راه خلنا شوية نتعبوا. تعبنا ذا العام مع العام الجفاف، ولذلك ندعو الله عز وجل أن ينزل علينا الغيث المبارك، خاصة ونحن في هذا اليوم المبارك الجميل. أسعار المواشي من سوق جلفة، قال لك الأسعار السوق طاحوا بزوج ملايين. الجلفة انخفاض في أسعار أضحية بمليون ومليونين سنتيم للرأس الواحد. مجرد إشاعات لا يمكن تصديقها. طاح صح السوق، مش بزوج ملايين كما راهم يحكوا. أسعار الأضحية من سوق الأغنام عين الدفلة الجمعة 5 ماي.